لطالما كان الهروب من حرب الجماعات الإنقلابية طلبا للنجاة، فهذه الأسر واحدة ممن هربن خوفا من قصف ميليشيا الحوثي. مسافة طويلة قطعوها مشيا على الأقدام، قادمين من منطقة الجوازع في أقصى مديرية طور الباحة ليجدوا أنفسهم وسط الجوع والبرد والمرض في هذا المخيم. ساكن في المخيم هذا، لا يوجد لدينا أي شيء من الحياة، من الحاجات الأساسية، وكل شيء عندنا زي ما تشوفوا، لا حمامات، لا خيام، لا دقيق، لا رز، المهم كل شيء زي ما أنتم شايفين في هذه المنطقة. مخيم النازحين في منطقة البيطرة بمديرية تبن الذي يأوي ما يزيد عن 500 أسرة هو الآخر يفتقر إلى أبسط الاحتياجات الأساسية ومقومات الحياة، حيث يزداد أوضاعهم سوءا يوما بعد يوم، فما يمتلكونه بالكاد يغطي وجبة واحدة في اليوم، ناهيك عن الأمراض التي تصيب هذه الأسر المهمشة في هذا المخيم. ونزحنا من هناك إلى محافظة لحج، ونحتاج الفروشات، ونحتاج بطانيات، ونحتاج مواد غذائية للجهال، ونحتاج علاجات يعني للأمراض. إذا في معنا مريض لا نقدر نقوم نعالجه نحن. زي ما أنت شايف يأكلوا وقت واحد، وقت الظهر، لا يوم ثاني الظهر. من وقت لآخر تحاول بعض المنظمات الإنسانية والإغاثية تقديم الدعم لهذه الأسر، وهو إن كان متواضعا إلا أنه كما يقولون يمنحهم القليل من الأمل بغد أفضل. اليوم نحن ندشن في قرية البيطرة مديرية تبن، توزيع مواد الطارئة. بيكون استهداف مديرية تبن 508 حالة أو أسرة، كما سيتم استهداف مديرية طور الباحة ب 350 حالة من الحالات الطارئة. مع تفاقم المعاناة تبدو هذه المساعدات الإغاثية غير كافية أيضا، فهؤلاء هنا لا يبحثون إلا على ما يسد جوعهم من أغذية وأغطية تجنبهم قساوة الطقس البارد. نشتي كل حاجة يوفرون لنا، على الخير والمنظمات يوفرون لنا المعيشة. شوفوا زي ما أنت شايفين، في ناس حوامل لا تحصل الغذاءات، في أطفال لا يحصلوا علاجات، في ناس شيبات، حتى في بعض معانا مكسرين هنا ما نحصل، حتى العربيات ما فيش معاهم، نتحملهم تحمل للشارع هناك نوديه للمستشفى. رغم توفر الأمن والهدوء يبقى أمام النازحين في مخيم البيطرة بمحافظة لحج تحديات عديدة تنذر بكارثة بشرية مقبلة ما لم تسارع الجهات المعنية والمنظمات المحلية والدولية إلى معالجة أوضاعهم. مختار شعتل لقناة بلقيس، محافظة لحج.